مساء الفل، ازيكم يا شباب؟ الاخبار معاكم اخوكم دكتور عمرو عبد الله. تعالوا بقى نكمل فيديو جديد في البايوكيمستري وشابتر الكربوهيدرات. انا عارف شابتر الكربوهيدرات تقيل عليك، بس احنا واحده واحده كده هنسهله ونخلي البايوكيمستري دي اسهل ماده بالنسبه لك. فركز كده معايا يا دكتور عشان كل حاجه فاهمها لك وكل نقطه انت هتفهمها. تمام. كنا خدنا في الفيديو اللي فات اهميه الكربوهيدرات، وعرفنا ان في كربوهيدرات فيه مونوسكرايد وعرفنا انواعها وهكذا. النهارده عايزين نعرف شويه خواص من خواص الايه المونوسكرايد والكربوهيدرات سموه. جه يبدا معانا بحاجه غريبه جدا. بص بيقول لك اسيمتريك كربون اتوم. اسيمتريك كربون اتوم يعني ايه يا دكتور؟ ترجم لي. سيمتريك يعني ايه؟ يعني متماثل. متماثل، عارف متماثل يعني ايه؟ يعني زي بعض. سيمتريك يعني متماثل زي بعض زي بعض. والآ دي نفت يعني نو. يعني اسيمتريك يعني غير متماثل. اسيمتريك يعني ايه؟ غير متماثل. فقال لك اسيمتريك كربون اتوم يعني ذره الكربون غير متماثله. يعني ايه يا دكتور ذره الكربون غير متماثله؟ تعالى اديك مثال عشان افهمك. انت دلوقتي لو عندك ذره كربون اهي، سهله وبسيطه. عندها بص ادي اتش، ادي اتش. انت عارف طبعا الكربون بترتبط ايه؟ باربع حاجات، وادي اتش وادي اتش. بص الكربونايه دي مرتبطه باربع حاجات زي بعض. مرتبطه باربع حاجات زي بعض كلهم اتشات. فكده نسميها سيمتريك كربون اتوم، يعني ذره كربون متماثله. ليه يا دكتور سميتها متماثله؟ لان الكربونه دي مرتبطه باربع حاجات واربع ذرات زي بعض. تمام. طب بص شوف الكربونه دي. ادي الكربونه دي ارتبطت بايه؟ باتش. تمام. وارتبطت بار، وارتبطت بكربونه تانية، وارتبطت بايه؟ بان. هل المجموعات دي كلها زي بعض؟ هل الاربع مجموعات دي زي بعض؟ لا. طالما الاربع حاجات اللي ارتبطت بيهم مش زي بعض، فالكربونه دي تستحق اسيمتريك كربون اتوم. تستحق لقب ايه يا جماعه؟ اسيمتريك كربون اتوم. تعالى بالراحه يا دكتور، انت توهتني، خدتني كده على السخان في الاول ولسه جاي افتح الفيديو بسمي الله لقيتك بتقول لي اسيمتريك كربون اتوم وسيمتريك وتوهتني. بالراحه. سيمتريك يعني ايه؟ متشابه. انا تمام مرتبط باربع حاجات زي بعض، هيدروجين هنا وهيدروجين هنا وهيدروجين هنا وهيدروجين هنا، يبقى انا كده اسمي ايه؟ سيمتريك كربون اتوم. لكن لو انا مرتبط باربع حاجات غير بعض، يبقى استحق لقب ايه يا جماعه؟ استحق لقب اسيمتريك كربون اتوم. استحق لقب ايه؟ اسيمتريك كربون اتوم. مرتبط هنا بهيدروجينه وهنا كربونه وهنا بار وهنا بنيتروجينه، فالاربع حاجات مختلفين، فانا استحق لقب هنا ايه يا جماعه؟ اسيمتريك كربون اتوم. هتقول لي الله يا دكتور، طب الاسيمتريك كربون اتوم اللي انت مصدع دماغي بيها دي وظيفتها ايه؟ اهميتها ايه؟ هستفيد بيها بايه؟ قال لك الاسيمتريك كربون اتوم دي بتخلي السكر اللي هو الشجر بيبقى عنده خاصيه اسمها اوبتيكال اكتيفيتي. خاصيه اسمها ايه؟ اوبتيكال اكتيفيتي. الخاصيه دي يا جماعه هناخدها كمان شويه، تخلي السكر ممكن يبقى يمين او يبقى شمال. الله، السكر يبقى يمين او يبقى شمال؟ هفهمها لك كمان شويه، هناخدها في الخواص. تمام. فالاوبتيكال اكتيفيتي دي بتقدر تخلي السكر ان هو يروتيت يعني يلف، بدل ما يبقى يمين ممكن يبقى شمال وهكذا. وكمان الاسيمتريك كربون اتوم دي بتعمل لي حاجه اسمها ايزومرز. ايزومرز يعني بتعمل لي مركبات شبه بعض. طب ايه يا دكتور الايزومرز دي؟ هناخدها بالتفصيل دلوقتي، موضوع مهم وتقيل جدا. لو انت فهمت وخلصت، وانت خلصت شابتر الكربوهيدرات. فركز معايا، احنا دلوقتي بديلك الفرشه والمقدمه بتاعت موضوع النهارده. احنا بدأنا بحاجه اسمها ايه؟ اسيمتريك كربون اتوم. اسيمتريك كربون اتوم يعني ايه؟ يعني الكربونه دي مرتبطه باربع حاجات غير بعض، اربع حاجات مختلفين، اربع حاجات مش متشابهين خالص. تمام. طب اهميتها ايه؟ بتعمل لي حاجه اسمها اوبتيكال اكتيفيتي. السكر يقدر يلف ويقدر يبقى يمين وشمال. تمام. وبتعمل لي حاجات ايزومرز، نلاقي المركبات شبه بعض زي المرايه بالظبط. يبقى دي حوار الاسيمتريك كربون اتوم، خلصنا منها. موضوع تاني بيلخبطك، يقول لك الرينج فورميشن. الرينج فورميشن يعني عايز اعمل السكر بدل ما هو سلسله كده شويه كربونات تحت بعض، اخليه ايه؟ اخليه رينج، يعني اخليه في شكل حلقه. بص مثلا حلقه سداسيه اهي،
هتقول لي يا دكتور طب انا ساعات بشوف حلقه سداسيه وساعات بشوف حلقه خماسيه. الحلقه الخماسيه يا جماعه بتبقى كده اهي، حلقه خماسيه. بص ده 6 1 2 3 4 5 6، لكن ده خماسي. بص 1 2 3 4 5. هتقول لي يا دكتور ايه الفرق؟ هقول لك التكه دي خلاصه لازم تكون مركز عليها عشان انا بديك الزيتونه والزبده بتاعه البايوكيمستري، فركز معايا. قال لك بص المركب ده لو هو الدهيد، ما احنا خدنا الالدهيد والكيتون المره اللي فاتت. الالدهيد اتفقنا ان كان بيبقى فيه او اتش في الكربونه الاولى، فده الدهيد. فالالدهيد دايما هو اللي بيعمل لي الشكل السداسي، يبقى الشكل السداسي دايما ايه؟ الدهيد. لكن الكيتون كانت الكربونه الدبل بوند والاكسجينه في الكربونه الثانيه، وهي اللي بتعمل لي الشكل الخماسي. يعني الشكل الخماسي دايما بيبقى ايه؟ بيبقى كيتون. دكتور مش فاهم بالراحه. امتى السلسله دي تديك شكل سداسي، دايره، شكل دايره سداسي، وامتى السلسله دي تديك شكل خماسي؟ قال لك والله لو السلسله دي فيها الدهيد، يعني الدبل بوند او في الكربونه الاولى، هتديني شكل سداسي. طب لو دي كيتون، يعني الدبل بوند او موجوده في الكربونه الثانيه، هتديني شكل ايه؟ خماسي. يبقى تكه انت لازم تبقى عارفها. السلسله الطويله العريضه بتاعتك تدي لك شكل سداسي لو هي الدهيد. هو يعني ايه اصلا يا دكتور الدهيد؟ يعني الكربونه الاولى في المركب فيها دبل بوند اكسجين. طب لو المركب كيتون، يعني الكربونه الثانيه فيها دبل بوند اكسجين، ده يبقى ايه؟ ده كيتون، هيديني شكل خماسي. طب يا دكتور تعالى فهمني بالراحه. هديك مثال الجلوكوز. الجلوكوز انا عايز اخليه شكل حلقي، عايز اخليه شكل دائره. تعالى بص نشوف الجلوكوز بيتركب ازاي. قال لك بص ادي الجلوكوز بيديني هنا هيدروجين، تمام، وهنا بص هنا او اتش، تمام، هنا او اتش، هنا او اتش، تمام، هنا سي اتش 2 او اتش، وهنا اتش. بص ركز معايا، الموضوع سهل خالص. وهنا اتش. انت مش عليك فورمولا اصلا، يعني انت مش عليك فورمولا، انت مش عليك الحاجات دي تحفظها، بس انا برسمها لك عشان افهمك، لانك انت لما تفهم هترتاح. فانا بفهمك كل كلمه، لكن الفورمولا الكيميائيه هي مش عليك. تمام. هنا اتش، هنا ركز معايا عشان مختلفه. بص هعملها لك بلون تاني عشان تركز معايا. هنا او اتش وهنا اتش. لو تلاحظ ان الجلوكوز بص كل الاو اتش ايه؟ يمين اهي، وهنا بس الاو اتش في الكربونه الثالثه. ما انت عد معايا اهو، دي الكربونه الاولى. بص الكربونه الاولى، الكربونه الثانيه، الكربونه الثالثه، الكربونه الرابعه، الكربونه الخامسه، الكربونه الايه؟ السادسه. الكربونه الثالثه دي يا جماعه لقيت فيها حاجه غريبه جدا. الاو اتش بدل ما تبقى اليمين لقيتها شمال. الاو اتش انحرفت، الاو اتش الثالثه انحرفت بقت شمال. تمام. فالجلوكوز يا جماعه بص زي ما انت شايف ادي اهو الدهيد، فاكيد هيديني الشكل السداسي. طالما الدهيد هيديني الايه؟ الشكل السداسي. والاو اتش في الايه؟ في الكربونه الثالثه شمال. طب انا عايز اعمل الحلقه. قال لك الحلقه خلي بالك قاعده لازم تبقى عارفها، هي بتوصل بين الكربونه اللي فيها الاكسجين اهي، اللي هي الكربونه الاولى اهي، وتوصل بين الكربونه الخامسه. يبقى الكربونه الاولى والكربونه الخامسه. تمام، الكربونه الاولى والكربونه الخامسه. طب هتعمل معاها ايه؟ قال لك بص شايف الهيدروجينه دي الاو اتش دي، هتقول لها امشي من هنا وحطيها لي هنا. تمام. والاكسجينه دي هتتحط هنا. تاني يا دكتور معلش ما فهمتش الحته دي. انت عندك او اتش اهي يا جماعه، او اتش اهي في الكربونه الخامسه، هشيلها همسحها خالص. تمام، امسحها، امحيها من ذاكرتك. بص اهي ولا كانها موجوده. طب حطيتها فين يا دكتور؟ قال لك بص طلعتها هنا. تمام، حطيت لها اتش هنا واو هنا. طب يا دكتور انا هحول الحلقه دي او السلسله دي الحلقه ازاي؟ قال لك شايف الاكسجينه دي اللي انت كنت خدتها من الاو اتش هنا دي؟ ما انت خدت الاو اتش حطيت اكسجينه وحطيت اتش هنا. حط الاكسجينه هنا اهي، حطيت الاكسجينه ايه؟ هنا. ورحت عامل عادي ادي سي 1 سي 2 سي 3 سي 4 سي 5، كربون الخمسه. تقول لي الله يا دكتور ما الجلوكوز 6 كربونات. هقول لك ايوه بس انا بص وصلت الاكسجين للكربونه الايه؟
الخمسة، الستة عادي اعملها فوق، ارميها فوق ملهاش اي مشكلة. يبقى شفت انت عملت ايه؟ انا دلوقتي بحول لك السلسلة دي لحلقة، بحول لك السلسلة لايه؟ لحلقة. خلي بالك اصلا يعني انت مش عليك فهم الفورمولا والحاجات دي وازاي تحولها، بس انا بفهمك الفكرة. يعني الحتة دي مجرد للفهم فقط، انا بشرحها لك للفهم فقط، لكن كفورمولا وازاي تحول انا بدي لك الايه؟ الفكرة. يبقى الرينج فورميشن او بنسميها هاورس فورمولا. هاورس ايه؟ هاورس فورمولا. عالم اسمه هاورس عمل لك الايه؟ الافتكاسة دي. قال لك بص شايف الكربونات دي، انا هوصل الاولى بالخمسة، تمام؟ الاو اتش دي هحط او هنا واحط اتش هنا، تمام؟ قال لك جميل. وافرض يا عم الكربون بتاعك اهو، وهتعمل حاجه هنا هترصهم، هعمل ايه؟ قال لك بص شايف كل الشمال دول، كل الحاجات الشمال اللي هنا دي، كل الحاجات الشمال اللي هنا، الشمال هيبقى فوق. اكتب القاعده دي، الشمال هيبقى فوق وكل حاجه يمين هتبقى تحت. الله يا دكتور، مش المفروض اي حد يمشي شمال يبقى تحت واليمين هو اللي يبقى فوق؟ زمن غريب، زمن غريب، كل حاجه شمال بقت هي اللي فوق، تمام؟ فافتكر ان اي حاجه شمال هي اللي فوق. دكتور مش فاهم يعني ايه اي حاجه شمال فوق؟ يعني بص ادي الكربونه الاولانيه اهي، دي شمال، ما ده كده ايدك الشمال، بص ادي ايدي اليمين ايدي الشمال، فدي شمال، الشمال هتبقى فوق. بص بص ادي الهيدروجينه فوق. طب الاو اتش يمين فتبقى تحت. طب الكربونه الثانيه الهيدروجينه شمال تبقى فوق، الاو اتش يمين تبقى تحت. التالتة الاو اتش شمال، فعشان هي شمال بقت فوق، الاتش هتبقى ايه؟ تحت. الرابعة الاو اتش يمين فهتبقى تحت اهي، الشمال هتبقى ايه؟ هتبقى فوق. والهيدروجينة دي شمال فتعملها فوق عادي، ودي زي ما هي ادي سي اتش 2 او اتش. بس كده انت عملت كده الايه؟ الحلقة. يبقى الحلقة فكرتها ايه يا جماعة؟ الفكرة بتاعتها انا بوصل بين الكربونة الاولى في الالدهيد لان هي اللي فيها الاكسجين، والكربونة الايه؟ الكربونة الخامسة، تمام؟ الاو اتش دي هشيلها، هحط لي اكسجين واحط لي اتش هنا، تمام؟ واللي شمال حطه فوق واليمين حطه تحت. الشمال حطه فوق واليمين حطه ايه؟ تحت. بالراحة تاني اهو، رحت راصص حطيت لي هنا الاكسجين سي 1 سي 2 سي 3 سي 4 سي 5 وسي 6 زي ما هي، نقلتها فوق زي ما هي، ما عملتش فيها حاجه ولا قربت لها بحاجه ولا لمستها. ركز معايا، ركز معايا، ما تبقاش كفته، ركز معايا. الشمال احطه فوق، اليمين احطه تحت. والله دي هيدروجينه فوق، الاو اتش هتبقى تحت. هيدروجينه فوق هنا، او اتش تحت هنا، الاو اتش شمال فهتبقى فوق. يعني بص هي الاو اتش الوحيده هنا اللي فوق، اللي هي بتاعت الايه؟ بتاعت التالتة، لان هي الوحيده هنا اللي كانت شمال. واعمل عادي، عملت الايه؟ عملت الفورم. يبقى ده الرينج فورميشن وده الهاورس فورمولا. مش عايزك برضو ايه توجع دماغك فيها، انا اديتك الفكره العامه بتاعته، تمام؟ المهم اللي جاي دلوقتي بقى الايزومرز، اللي هي الخاصيه اللي قلت لك عليها الايه؟ الايزومرز. فتعال نشوف كده احنا خدنا ايه في السبوره دي. احنا خدنا حاجه اسمها الاسيمتريك كربون اتوم، اللي هي كربون اتوم مرتبطه باربعه ديفرنت جروبز، اربع مجموعات مختلفه. طب يا دكتور لو الكربونه مرتبطه، بص لقيت كربونه كده، كربونه اهي مرتبطه بهيدروجين وهيدروجين وار مثلا وان، هي دكتور يعني هي مرتبطه بواحده مختلفه واحده مختلفه، هما اتنين بس اللي زي بعض؟ اقول لك لا برضه، دي سيمتريك كربون اتوم، ما ينفعش يبقى اسمها اسيمتريك كربون اتوم. الاسيمتريك كربون اتوم دي لازم تبقى مرتبطه باربع مجموعات مختلفه، اربع مجموعات ما فيهاش هزار، ما فيهاش نقاش. طب هستفيد منها ايه يا دكتور؟ هتستفيد منها انك هتعمل الاوبتيكال اكتيفيتي، خاصيه الاوبتيكال اكتيفيتي، وهتستفيد منها انك هتعمل الايزومرز اللي هناخده دلوقتي. طب الرينج فورميشن، الرينج فورميشن والله لو انا الدهيد هبقى شكله سداسي، لو انا كيتون هبقى شكله خماسي. الشمال حطه فوق واليمين حطه تحت، تمام؟ الشمال حطه فوق واليمين حطه تحت، بس كده، تمام؟ وهتعمل الاو اتش هتطلعها فوق وترص حاجتك زي ما هي. طب هل انا اصلا علي الفورمولا؟ لا مش عليك، امال انت شرحتها لي يا دكتور؟ بقى مجرد ايه؟ بفهمك. احنا اتفقنا يا دكتور ان من خصائص الاسيمتريك كربون اتوم واهميتها انها بتعمل لي حاجه اسمها الايزومرز. قلت لك الايزومرز يعني مركبين زي المرايه.
فتعالى ناخد دلوقتي الايزومر. دي اخر حاجه معانا في الفيديو النهارده، هنخلصها 4 انواع سهلين، خلصناهم يبقى خلصنا اتقل حاجه في شابتر الكربوهيدرات، ومبروك عليك كده شابتر الكربوهيدرات هتلاقيه خلص، الباقي كلام تافه. تمام؟ فدي اتقل حته، والنهارده يعتبر اتقل فيديو، فركز معايا. الايزومرز يعني مركبين شبه بعض. قال لك ممكن يبقوا ايزومرز في الفانكشنال جروب، يعني في المجموعه الوظيفيه اللي هي الالدهيد والكيتون، او ممكن يبقى حاجه اسمها دي وال، او انومر او ايبيمر. يا لهوي يا دكتور ايه الكلام الرخم ده، انا مش فاهم اي حاجه خالص. تعالى انا موجود معاك عشان اسهل لك الدنيا. قال لك اول حاجه في الفانكشنال جروب، يبقى الايزومرز ممكن تبقى متشابهه في الفانكشنال جروب، يعني في الايه المجموعه الوظيفيه. يبقى اول حاجه الفانكشنال جروب. ازاي؟ قال لك بص، انا عندي الجلوكوز والفركتوز يعتبروا ايزومرز. ازاي؟ ادي الجلوكوز اهو، الجلوكوز 6 كربونات، ادي الثالثه ادي الرابعه ادي الخامسه ادي السادسه. تمام؟ وادي الفركتوز اهو 6 كربونات. قال لك ده الدهيد، يعني الاو في اول كربونه، لكن ده الكيتون الاو في تاني كربونه. باقي المركب تيبيكال من بعض، هنا الاو اتش زي بعض، هنا الاو اتش زي بعض، هنا الاتش زي بعض، هنا الاتش زي بعض. الاختلاف الوحيد هي المجموعه الوظيفيه، الفانكشنال جروب. الفانكشنال جروب هنا في الكربونه الاولى وهنا في الكربونه الثانيه. ده ايه يا جماعه؟ ده الجلوكوز. ده ايه؟ ده الفركتوز. عشان كده الجلوكوز والفركتوز يستحقوا لقب ايزومرز. ايزومرز يعني ايه؟ يعني شبه بعض، تيبيكال من بعض. بص، تيبيكال من بعض، الاختلاف الوحيد اللي بينهم هو الفانكشنال جروب. الفانكشنال جروب ده الدهيد في الكربونه الاولى، لكن ده كيتون في الكربونه الايه الثانيه. يبقى اول نوع من الايزومرز اللي هو الايه الفانكشنال جروب، الالدهيد والكيتون. تلاقي مركبين زي بعض، الدهيد وكيتون، نفس عدد الكربونات، نفس كل حاجه، هي المجموعه الوظيفيه المختلفه. يبقى في الام سي كيو عشان لو سالك يقول لك الجلوكوز والفركتوز ايزومرز، قول له ايزومرز. طب نوع الايزومرز ايه؟ ايزومرز في الفانكشنال جروب، في المجموعه الوظيفيه. الفانكشنال جروب يا جماعه اللي هي الايه الكيتون والالدهيد. يبقى اول نوع من الايزومرز مهم جدا، الايزومرز بتاع الايه الفانكشنال جروب. واديت لك مثال للفركتوز والجلوكوز. فاكر الجدول بتاع الالدهيد والكيتون اللي هو الثلاث كربونات كان يبقى ايه الدايهيدروكسي اسيتون وجليسرالدهيد، او دول برضو ايه ايزومرز فانكشنال جروب. اي حاجه الريبوز والريبولوز، تمام، الجلوكوز والفركتوز، كل الحاجات دي الالدهيد والكيتون، كل ده يعتبر ايه ايزومرز. سهل اول نوع، سهل اول نوع. تعال شوف تاني نوع. تاني نوع اللي هو الدي والال ايزومرز، او بنسميها اسم تاني انانتيومرز. انانتيومرز عشان لو ايه سمعتها في الام سي كيو. الدي والال ايه ايزومرز. انت عارف الدي اصلا يعني ايه؟ الدي جايه من ديكسترو يعني يمين، وال جايه من ليفو يعني شمال. قال ده باللاتيني يعني يا جماعه، ديكسترو يعني يمين، ليفو او افتكرها ال يعني ليفت يعني شمال. فدي يعني يمين وال يعني شمال. قال لك ازاي؟ قال لك بص، بلاقي مركب زي بعض، مركبين زي بعض لنفس النوع، زي مثلا الفركتوز اهو 6 كربونات اهو، فركتوز 6 كربونات. انا برسم لك بس عشان ايه افهمك، تمام، لكن الرسمه مش عليك. قال لك عشان تقول دي وال او الانانتيومرز لازم تبص على السب تيرمينال كربون، الكربونه اللي قبل الاخيره. اصل بص، دي الكربونه الاخيره فسميها تيرمينال كربون، لكن دي الكربونه اللي قبل الاخيره فسميها سب تيرمينال كربون. يبقى عشان احدد الدي والال ايزومرز او الانانتيومرز لازم ابص على الايه السب تيرمينال كربون. انت هتبص على ايه؟ هتبص على الاو اتش. بص على الاو اتش، تمام. ادي بص، ايدك اليمين اهي، ايدك الشمال اهي، ايدك اليمين اهي، ايدك الشمال اهي. لقيت والله هنا بص الاو اتش اهي يمين، ما كده يمين اهو، ايدي اليمين. يبقى ده نسميه ايه؟ دي فركتوز. اسمه ايه؟ دي فركتوز. ليه سميته دي يا دكتور؟ لان دي يعني يمين. طب لو لقيت الاو اتش هنا شمال فسميه ال فركتوز. نفس المركب يا جماعه، تيبيكال من بعض، تيبيكال، حتى نفس فيه الايه الاو اهي في الكربونه الثانيه، الاثنين كيتون، نفس الفركتوز هنا زي هنا، نفس الكربونات ونفس الهيدروجينات ونفس الاو اتش ونفس كل حاجه. امال الاختلاف ايه؟ في السب تيرمينال كربون، الكربونه اللي قبل الاخيره. الكربونه اللي قبل الاخيره لو لقيت الاو اتش يمين يبقى يستحق لقب دي،
لقيت الاو اتش شمال يبقى استحق لقب ال، وده اسمه انانتيومرز. يبقى حتى الان خدنا نوعين من الابيمرز. الابيمرز مركبات شبه بعضها. اول حاجه كان الالدهيد والكيتون المركبين زي بعض، بس ده الاو دبل بوند او في الكربونه الاولى فده الدهيد، ده الدبل بوند او في الكربونه الثانيه فده كيتون، مركبين زي بعض زي الجلوكوز فركتوز. تمام. جليسرالدهايد داي هيدروكسي اسيتون، الاثنين زي بعض. طب الدي والال، الدي والال انا ببص للسب تيرمينال كربون، الكربونه اللي قبل الاخيره، واشوف الكربونه اللي قبل الاخيره لقيت الاو اتش يمين يبقى ده دي، لقيت الاو اتش شمال يبقى ده ال. وانت دايما بتتلخبط في الامتحان مين الدي مين اليمين ومين الشمال. يا ابني الشمال ليفت ال، ليفت ال، الدي يعني يمين. تمام. طب تعال نشوف النوع الثالث الانومرز. الانومرز ده قال لك ده في الرينج فورم، في الشكل الحلقي، يعني لما تلاقي المركب كده شكله حلقي، حلقه. تمام اهي سي 2 سي 3 سي 4 سي 5، وقلنا السي 6 بنرميها فوق اللي هي بتبقى اتش 2 او اتش. قال لك انت بص، بتبص على السي 1، بتبص على السي ايه؟ السي 1. لقيت الاو اتش تحت يبقى المركب ده اسمه الفا، الفا جلوكوز مثلا. لقيت الاو اتش فوق يبقى المركب اسمه ايه؟ بيتا. طبعا الاو اتش لو فوق يبقى تحت اتش بس. فيبقى البص بص بص الانومر، انا كاتب لك كل حاجه تحتها ازاي تعرفها عشان انت هتتلخبط. الانومر ده بتبقى دايما شكل حلقه، بشوفه الاو اتش، لو الفا او هي تحت هتبقى الفا، لو هي فوق تبقى بيتا. يبقى بص بص ابص على الشكل ده كده، لقيت والله الاو اتش فوق يبقى ده بيتا جلوكوز، لقيت الاو اتش تحت يبقى ده ايه؟ الفا جلوكوز. يبقى تاني احنا خلصنا الفيديو، خلصنا الشغل. الايزومرز مركبين شبه بعض، انا دلوقتي قدامي مركبين، لقيت المركبين تيبيكال من بعض. الاختلاف الوحيد في الفانكشنال جروب، الدبل بوند او هنا الدهيد هنا كيتون، هنا في الكربونه الاولى هنا في الكربونه الثانيه، يبقى ده ايزومر فانكشنال جروب الدهيد وكيتون. يبقى ده خلصناه. انا عامل لك بص الاربع انواع وايه اللي تعرفه. لقيت مركبين زي بعض الاثنين فركتوز، بس لقينا في الكربونه اللي قبل الاخيره هنا الاو اتش يمين وهنا الاو اتش شمال، يبقى اليمين هنسميه دي فركتوز والشمال هنسميه ايه؟ ال فركتوز. طب لقيت شكل حلقه، ببص على الكربونه الاولى، لقيت الاو اتش فوق بسميه بيتا، لقيت الاو اتش تحت بسميه الفا، وده كده اسمه ايه؟ انومر ده نوع من الايزومر، لكن ده اسمه انانتيومرز اللي هو الدي والال. طب تعال نشوف اخر نوع معانا الابيمر. قال لك بص الابيمر ده قال لك بيكون اختلاف في توزيع الاو اتش. ازاي؟ قال لك بص احنا عندنا 3 سكريات. اول سكر اهو المنوز، تاني سكر الجلوكوز، تالت سكر الجلاكتوز. ركز معايا، كلهم زي بعض، كلهم 6 كربونات. بص اهو نفس التركيب بالظبط، 4 5 6 نفس الكربونات بالظبط. انت تركيب الجلوكوز انت عارفه حافظه صم، انت عارف ان هو الدهيد، فالدبل بوند او فوق تمام ومعاه هيدروجينه تمام، وهنا CH2OH، والوحيد الاختلاف في الثالثه هي اللي كانت ايه شمال، حتى اعملها لك بالاخضر برضه عشان تفتكر. هنا الكربونه الثالثه كان الاو اتش هنا فيها ايه؟ الاو اتش هنا فيها شمال. جميل. تمام. الاو اتش هنا في كل حته هتبقى يمين، انت طبعا مش عليك الفورمولا بس انا بفهمك. الاو اتش هنا يمين، او اتش يمين، هنا طبعا اهبد هيدروجينه اهبد هيدروجينه اهبد هيدروجينه. فيها مشكله؟ جميل. قال لك المنوز والجلاكتوز زيه بالظبط، حتى بص هتلاقي الاو اتش الشمال هنا في الثالثه هي زي ما هي، وهنا الاو اتش الشمال في الثالثه زي ما هي، بس كل واحد عمل لك حركه نص كم. ايه الحركه نص كم اللي عملها؟ قال لك لقيت المنوز، قال لك لا وانا هعمل زي الجلوكوز هحط الاو اتش كلها يمين، انا هخلي واحده كمان تنحرف، هخلي الثانيه كمان تنحرف اهي. يبقى المنوز
الكربونه الثانيه والثالثه انحرفوا بقوا الاثنين شمال. الجلاكتوز قال لك لا انا مش هبقى قلوده، يعني هبقى قلوده وابقى بايخ، هخلي الثانيه تنحرف زي المنوز. اقول لك لا، انا اخلي الرابعه هي اللي تنحرف وتبقى هي اللي شمال. تاني بالراحه، تاني بالراحه. الجلوكوز ما انحرفش فيه غير الثالثه، الكربونه الثالثه، والمنوز والجلاكتوز مشيوا على نفس النهج، واللي انحرف الثالثه بس. امين امين. جه المنوز قال لك لا انا كمان الكربونه الثانيه هنحرف فيها. راح الجلاكتوز قال لك لا انا الكربونه الرابعه هنحرف فيها. فبص بص بص باقي المركب زيه بالظبط اهو. دبل بوند او، هيدروجينه، هنا هيدروجينه، هيدروجينه، او اتش، او اتش اللي هي سي اتش 2 او اتش، وهنا اتش اتش. انت مش عليك الفورمولا بس انا بفهمك. نفس الشكل بالظبط، ادي او، ادي اتش، تمام، ادي او اتش، ادي اتش، ادي اتش، اتش، او اتش، اتش، اتش 2 او اتش، زي ما انت شايف. وعشان تفتكر وما تنساش، المنوز فيه 2 ان، فالكربونه الثانيه هي اللي انحرفت. طبعا الثالثه هي منحرفه في كله، بص بص، الثالثه منحرفه في كله، دي ثابته في كله. تمام، جميل. الجلاكتوز بص، جلا 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 يعني سحر، 4 حروف، جلا يعني سحر، فدي الكربونه الرابعه هي اللي ايه، اللي انحرفت. يجي يقول لك بقى ايه الابيمر. الابيمر ده اختلاف الاو اتش. قال لك بص، الجلوكوز والمنوز المركبين زي بعض يا جماعه، هو اختلاف الاو اتش هنا بس، فيبقى الاثنين دول ايه، ابيمر. طب بص، الجلوكوز والجلاكتوز ادي الاثنين دول زي بعض، هي اختلاف الاو اتش هنا بس، فيبقى الجلاكتوز والجلوكوز ابيمر. ركز معايا الام سي كيو، بص بص، في خازوق دلوقتي هديهولك. يبقى المنوز والجلوكوز ابيمر لان الاثنين مركبين زي بعض، هي اختلاف في الايه، الكربونه الثانيه بس. والجلوكوز والجلاكتوز ابيمر لان هي اختلاف في الكربونه الرابعه بس. هتقول لي طب يا دكتور بص كده بالراحه بقى، بالراحه على الهادي. المنوز والجلاكتوز ابيمر يا دكتور لانهم شبه بعض. قال لك بالراحه. تعال نشوف المنوز والجلاكتوز. قال لك ادي دي شبه بعض، الاختلاف هنا الاو اتش هنا مختلفه، هنا يمين هنا شمال. الله، طب وهنا كمان ده في اختلاف هنا، يعني في اختلافين. فطالما في اختلافين ما ينفعش اسميهم ابيمر. بالراحه بالراحه على هادي. طالما في اختلافين ما ينفعش اسميهم ابيمر. ركز معايا عشان ما تجيلكش في الامتحان وتبقى كفته. الابيمر جلوكوز ومنوز، ليه؟ لان اختلاف واحد بس. ابيمر جلوكوز وجلاكتوز، ليه؟ اختلاف واحد بس. لكن المنوز والجلاكتوز في اختلافين، عشان كده مش ايزومرز. فيقول لك في الامتحان المنوز والجلوكوز ابيمر وايزومرز، صح. الجلوكوز والجلاكتوز ابيمرز وايزومرز، صح. في الكربونه الكام؟ الرابعه اهي. طب المنوز والجلاكتوز ابيمرز، قول له لا، غلط. فهمت اللعبه؟ يبقى الايزومرز يا جماعه 4 حاجات. ممكن يبقى في الفانكشن جروب الدهيد وكيتون، ممكن يبقى انانتيومرز السب تيرمينال كربون، الكربونه اللي قبل الاخيره اللي هي زي الفركتوز الدي والال. ممكن يبقى الانومر اللي هي الشكل الحلقي، الاو اتش لو فوق بيتا لو تحت الفا. وممكن تبقى ايبيمر زي ما شفنا بالظبط. بس كده، هو ده فيديو النهارده، ومعلش فيه المعلومات كتيره ورخمه، بس مع التكرار وشوف الفيديو اكتر من مره. اي حاجه مش فاهمها ابعت لي واتس، تمام؟ هتلاقي رقمي على الواتس 010 11 65 69 17، ده رقم واتس مصري، تمام؟ يعني انت لو من بره بتزود 2. اي حد مش فاهم اي حاجه يبعت لي وانا عينيا